اللي شايف ان المقاطعة ما بتجيبش نتيجة او مش مقتنع بيها، تعالى اوريكم. ماكدونالدز مصر بتعلن ان المبيعات عندها قلت بنسبة 70% خلال شهر اكتوبر ونوفمبر، وده بالمقارنة بشهر اكتوبر ونوفمبر من العام اللي فات. الكلام ده مش منطبق على ماكدونالدز بس، لا، منطبق على ماكدونالدز وستاربكس ومعظم الشركات اللي المصريين مقاطعينها. رويترز عامله التقرير ده ومركزه جدا على المقاطعه في مصر، لان المقاطعه في مصر تعتبر اكتر يعني تاثير هو من الشعب المصري، وقايلين ان مصر هي اكتر دوله عربيه منفذه المقاطعه، هي وبعديها الاردن، واقل دول منفذه المقاطعه للاسف هي دول الخليج زي السعوديه والامارات وكده. لدرجه دلوقتي ان ماكدونالدز مصر قال بتعلن انها تتبرع يعني بفلوس او كده لغزه. طبعا الكلام ده يعني ولا نثق فيه ولا هنصدقه، وان شاء الله حتى يتبرعوا بايه، ولا ده كلام اعلامي، شو اعلامي بس، فالكلام ده يعني كانه ما حصلش. ماشي، لان يعني احنا عارفين كويس ماكدونالدز تتبع ايه. كمان سالوا الموردين اللي بيوردوا بقى الستاربكس والماكدونالدز وكده، فالموردين نفسهم قالوا ان النسبه بتاعه الطلبات بتاعه ماكدونالدز وستاربكس ليهم قلت بنسبه 50% في الشهرين اللي فاتوا، يعني شهر اكتوبر ونوفمبر بمعنى اصح. جماعه كل ده حصل من شهر ونص مقاطعه بس. محدش يستهون بالمقاطعه، وخصوصا للشركات الداعمه بشكل صريح للكيان ده. محدش يستهون. واحنا هي مش مقاطعه، هي تعتبر يعني ناس كتير قوي كاتبالي في الكومنتس استبدال، وهو فعلا استبدال، ان في براندات تانية كتيره يمكن احسن منهم كمان في الكواليتي. فالموضوع مش مستاهل، مش على كوبايه قهوه ولا على وجبه هابي ميل ولا الكلام ده، ان احنا ندعم كيان بيقتل اهلنا في غزه. فارجو ان الناس اللي لسه مش مقتنعه بالمقاطعه او ان شايفه ان ملهاش جدوى، لا، ليها جدوى، والشركات اهي نفسها بتصوت.